جديد في طب التجميل، لان ناس كتير قوي عندها مشاكل معينه وبتبقى عايزه تخس منها ومبتبقاش عارفه. يعني انا كتير ناس بتسالني مثلا عن منطقه البطن او اللغد، بس البطن عند ناس كتير عندها مشكله في منطقه البطن وعلى طول مبيبقوش عارفين هل هنقدر نخس بيها عادي ولا لازم تدخل جراحي. لا، في حاجات لازم تدخل جراحي وبقول عليها بالظبط. فاحكي احنا لنا. بنتكلم عن النحت الذكي للقوام، اللي هو استخدام الاجهزه الحديثه في تنحيف مناطق، مش الكبسوله بقى الوهميه دي، لا. ايوه، في تنحيف مناطق، وهناخد الدهون من المناطق دي نوزعها في مناطق تانية اسمها فات جرافتنج، يعني زرع خلايا دهنيه، باخدها من منطقه وازرعها في منطقه تانية. تمام. زي بالظبط فات جرافتنج، اللي هو بناخد الخلايا اللي هي تمثل امهات الخلايا الجذعيه ومعاها خلايا دهنيه، نفلترها. لما نفلترها هتنزل هنا الفلتره دي، باخد الخلايا الجيده اللي صحتها كويسه وازرعها في منطقه تانية، زي ظهر الايدين، زي المؤخره، زي مناطق بعض الوجه، الناس اللي عندهم نحافه في الوجه نتيجه السن، او نتيجه كانت عملت تكميم وخست، او نتيجه ما كانش عنده مرض زي السكر وجاله السكر فخس. الحاجات دي كلها بنعمل حاجه اسمها اعاده توزيع الدهون. طيب احنا محتاجين بقى نفهم ده بيتعمل ازاي. حضرتك في فيديو صح؟ في فيديو. خلينا